ازاي بقى نعمل استرتشات لاماميات وخلفيات الرجل ومنها نحسن الموبيليتي بتاعه مفصل الهيب. ويعني ايه موبيليتي؟ اللي هي موفمنت ابيليتي، اللي هتحسن قدره المفصل بتاعنا على الحركه عشان جسمنا ما يبقاش مخشب. وكمان نعرف نختار التمارين بناء على الفهم مش الحفظ ورص التمارين وخلاص. اول حاجه ازاي نسترتش الهامسترنج؟ ممكن نكون حافظين الموضوع بس تعالوا نفهمه. اول حاجه وظيفه الهامسترنج ايه؟ اللي هي الخلفيات بتاعه الرجل، وهي حركه الهيب اكستنشن. يعني ايه حركه الهيب اكستنشن؟ يعني ان الرجل تكون مفروده وترجع لورا بالمنظر ده. هنا بيحصل تقلص وانقباض للعضله، فانا هنا بدل ما اعمل حركه الهيب اكستنشن فهعمل حركه الهيب فليكشن، ودي اللي بنزل كده بصوابعي وبحاول المس اطراف رجلي. فلو الركبه بتاعتنا متنيه هننزل بكل سهوله، فطبعا الركبه لازم تكون مفروده عشان تحس بالاسترتش قوي تحت. طبعا في ناس مش هتعرف تنزل للاخر من اول مره، وممكن يبقى عندها ليميتيشن في الحركه وتلاقي جسمها كده مخشب واخرها الحركه دي، يعني ما يقدرش ان هو يجيب مدى حركي اكتر من كده. فساعتها نعمل ايه؟ نبدا ان احنا نعمل الاسترتشات دي لمده من 20 ل 30 ثانيه عشان العضله يحصل لها استطاله. طب ازاي نعمل استطاله لامامات الرجل؟ وبكل بساطه الوظيفه بتاعت عضلات الكوادز اللي هي امامات الرجل ايه؟ فنبص على حركتها الاساسيه ونعمل عكسها زي ما فهمت. الوظيفه الاساسيه وهي الني اكستنشن، يعني عمليه الفرد بتاع الركبه. فهنا لما نيجي نعمل لها استطاله عشان يحصل الاسترتش فساعتها هوديها عكس المدى الحركي. هي بتعمل ني اكستنشن بالمنظر ده، فساعتها هرجعها في الني فليكشن وافضل ثابت بالمنظر ده، فساعتها هنحس هنا بستريتش في اماميات الرجل.